مساء الخير مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا بيكم. رجعنا لكم وفقرتنا الثانيه ليومنا النهارده في بيت العيله، واللي هنتكلم فيها عن موضوع من الموضوعات في الحقيقه المهمه جدا، واللي يمكن اهتمينا بيها مؤخرا خاصه من بعد ثوره 30 يونيو. دور مصر في قاره افريقيا. يمكن دايما الادوار اللي بتاخدها مصر بتتغير بعض الشيء وبتختلف من رئيس لرئيس او من زعيم لزعيم، خاصه دور مصر في افريقيا. على سبيل المثال العلاقه المصريه الافريقيه في عهد جمال عبد الناصر كانت في ازهى عصورها وكان ليها مذاق خاص. دور مصر في قاره افريقيا في عهد السادات ما حصلش فيه اي مشاكل وكانت علاقه متوازنه بشكل كبير. في عهد الرئيس السابق حسني مبارك كان في شكل من أشكال الانسحاب للدور المصري من قارة إفريقيا، وده أدى إلى العديد من المشاكل وتفاقمها، ويمكن ده اللي احنا بنعاني منه في الوقت الحالي. على سبيل المثال أزمة المياه أو أزمة سد النهضة اللي كان من أهم أسبابها عدم وجود التدخل المصري مع هذه الدول منذ البدايات. خلونا ندخل في الموضوع مباشرة ونعرف الأمور ماشية إزاي والحلول اللي موجودة في الفترة الحالية لعودة الدور المصري في القارة السمراء مرة أخرى مع ضيفنا اللي مشرفنا داخل الاستوديو. بيسعدنا يكون معانا دكتور رامي عاشور، المتخصص في العلاقات الدولية وقضايا الأمن القومي وعضو الوفد المصري باليونسكو. أهلا بك معانا. اهلا وسهلا يا فندم. دكتور رامي، ليه دور مصر الافريقي انكمش في السنوات الاخيره من وجهه نظرك؟ طيب مبدئيا بس القاء الضوء على الفترات اللي هي السابقه في عجاله شديده. يعني فتره الرئيس الاسبق جمال عبد الناصر كانت ليه مصر ليها نفوذ؟ لان باختصار شديد كان الرئيس جمال عبد الناصر هو نموذج للتحرر وحركات التحرر من الاستعمار. صحيح. مش بس كده، كان عامل مكاتب لتمثيل الحركات دي في مصر. يعني على سبيل المثال دولة الكونغو مثلا كانت بتاخد أوامر تحركها من مصر، من القيادة المصرية. فكانت حركات التحرر الأفريقي بالكامل بتاخد أوامرها وتبعية لمصر. في فترة السادات احنا انشغلنا شوية بحرب أكتوبر، لكن الدول الأفريقية وقفت معانا. بمعنى ان هي أيدت جدا في مجلس الأمن والأمم المتحدة مطالب مصر ضد إسرائيل، استنادا للإرث السابق بالظبط يعني، وقطعت علاقاتها تماما بإسرائيل. لكن لما حصلت معاهدة السلام المصرية وتحديدا بعدها مؤتمر مدريد للسلام، الدول الافريقيه شافت اسرائيل خلاص ما بقتش العدو للعرب. غير كده ان هي الحليف الاقوى للقوى القطبيه في العالم اللي هي الولايات المتحده الامريكيه. فاسرائيل دخلت من هذا المنطلق للدول الافريقيه، انتوا محتاجيني كحليف لاقوى دوله في العالم وكنموذج اقتصادي رائد، وما بقتش عدو للعرب. فاسرائيل استغلت المدرك ده ان هي يبقى ليها دور في القاره الافريقيه. طيب ساعتها وصل للرئيس مبارك وكان مصر دورها يعني ماشي على نهج السادات، الى ان حصل محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في اثيوبيا. ادي سبب. للاسف هي دي كانت النقطة الفارقة في تاريخ مصر، لان هو يحسب للرئيس مبارك ان هو ما خدش الموضوع بنية حرب، لان كان يحق طبقا للقانون الدولي اعلان رئيس الدولة الحرب على اثيوبيا اذا تعرض لمحاولة اغتيال على داخل اراضي الدولة دي. لكن هو يحسب له ان هو ما عملش كده، لكن للاسف لكنه جمد العلاقات، خد الموضوع على انه مسألة شخصية. بالمعنى البسيط انا نفسي وقفت من اثيوبيا. فخلاص فبالتالي بغض النظر بقى عن العلاقات، بغض النظر عن دولة، عن ملايين من المواطنين او سياسة دولة، سياسة خارجية ووزن اقليمي لدولة بتاريخ مصر، كل ده توقف عشان على مسألة شخصية. الادهى من كده والغريب اللي غير معروف لدى الجميع ان المتورطين في حادثة الاغتيال دي مش الاثيوبيين، ده حكومة السودان الاخوان المسلمين على الاراضي الاثيوبية. وثبت كده بتورطهم، ومجلس الامن فرض ساعتها عقوبات على السودان، كان القرار رقم 1792 فعلا. بس برضو التوجه المصري في افريقيا قل تماما. الى ان مثلا يعني طب ليه الحكومة المصرية او التوجه للإدارة المصرية اعتبر ان افريقيا كافة قاطبة كده هي بنفس موقف اثيوبيا؟ لا مش مسألة بنفس موقف اثيوبيا بس، لا ساعتها ان اثيوبيا الدول الافريقية فيها مشاكل حروب ونزاعات. احنا كنا وبعدين اتعمل علينا حاجة اسمها سياسة شد الاطراف، بمعنى واللي عملتها اسرائيل. يعني خلينا نتكلم بوضوح، سياسة شد الاطراف دي اشغل القيادة المصرية بازمات في النطاق الاقليمي، اشغلها على الحدود مع غزة،
اشغلها بقضايا حوض النيل، اشغلها بقضايا عدم الاستقرار في ليبيا. فتنشغل القياده المصريه عن النفوذ الافريقي بالمعنى الادق، النفوذ اللي هو في العمق الافريقي. ده للاسف اسرائيل عملته علينا ونجحت فيه. يعني الفتره اللي فاتت ده مش بس كده. بس ده مؤخرا يا دكتور. لا مش مؤخرا، يعني ده بالعكس. مش شامل عهد حسني مبارك. لا كان شامل عهد حسني مبارك، بس ابتدى يبان بقى دلوقتي، ابتدى يبان بقوه خاصه بعد الثوره. وهقول لحضرتك بالامثله كمان، ومش بس اسرائيل اللي دخلت، ده ايران كمان دخلت. ساعه النظام كان مصر بتنسحب تدريجيا وتقل تواجدها في افريقيا، وفي المقابل ده بيقابلوا تواجد اسرائيلي قوي جدا او تواجد غربي بمعنى الادق بيستهدف التاثير على الامن القومي المصري. طب عملوا علاقات قويه مع مين؟ مع اثيوبيا ومع السودان. ومش غريب على الشهود العيان ان اسرائيل وقفت مع انفصال جنوب السودان. صحيح حصل. ده ساعه الثوره لما حصلت. اسرائيل في نفس التوقيت، واحنا كنا مشغولين هنا ب 25 يناير، نفس التوقيت كان السودان انفصل لو حضرتك تتذكري. اسرائيل عملت حاجه اسمها منظمه جنوب السودان للتنميه. تعمل مشاريع بنيه تحتيه ومزارع سمكيه بهدف ان هي تفرض ولاء الجنوب السودانيين لاسرائيل. لان بالنسبه لهم الجنوب كان اهم من الشمال. وعندهم دوله زي كينيا دي اكبر محور استخباراتي اسرائيلي تابع للموساد. ودي بتشكل محور استخباراتي ضد الامن القومي العربي بشكل عام، خاصه من ناحيه مضيق باب المندب. طيب برضه مصر نفس النظام، عشان امارس عليها تاثير شديد حاجه من الاثنين، يا اما اعمل فتنه طائفيه يا اما ميه، بالمعنى البسيط جدا. اتجهوا حاولوا الفتنه الطائفيه، ما نفعتش في مصر. موضوع سد النهضه او موضوع النيل ده للاسف اللي مشي فيه واتقطع فيه شوط، واحنا برضو اخطانا في حاجات كتير. لان خليني اتكلم بمعنى ادق عن اثيوبيا عشان ابسط للساده المشاهدين. اثيوبيا هي دوله زراعيه بمعنى البسيط. اغلب المهن اللي فيها 80% من المهن اللي فيها مهن بسيطه زراعيه، مش محتاجه الميه. يعني هي مش بتعمل المشروع ده عشان عايزه ميه، لا ده هي عايزه تولد طاقه، عايزه تنميه. لان عندهم بيحصل جفاف. الجفاف ده تسبب ان الحكومه من سنه 2003 عملت حاجه اسمها تهجير للسكان ومناطق الجفاف للجنوب قسرا وبالقوه. ادى الى في حوالي اكثر من 1,000,000 طفل يتيم بسبب الجفاف، غير انتشار مرض الايدز. فالموضوع محتاج تنميه اقتصاديه وتنميه اجتماعيه. طب هم عشان يعملوا كده عايزين يولدوا طاقه بحيث ان هم يبيعوها للدول المجاوره تعمل تنميه. بس من البدايه دي فكره اثيوبيه من البدايه. طب انا هقول لحضرتك، هي مش فكره اثيوبيه، بس هو كان التلويح دايما بالضغط على مصر ده موجود من ايام الامبراطور منليك الثاني، وممكن من قبليها كمان. ده تاريخيا كانت مصر بتتهدد من اثيوبيا بسبب الميه. لكن الموضوع تحديدا سد النهضه ده كان اتعمل او اتعلن عن فكرته سنه 1959. وكان اسمه بوردر دام، سد الحدود. كان الرد على ايه؟ كان الرد على الاتفاقيه اللي مصر عملتها مع السودان بشان تقسيم الحدود. والسد ده اتعمل بناء، الفكره دي اتعملت بناء على توصيه من المكتب الامريكي للاستصلاح التنموي. كانت برضه الولايات المتحده جمال عبد الناصر. طبعا، ما هو عمل السد العالي وقسم الحدود على على عكس رغبه الولايات المتحده. كان واقف ساعتها مع الاتحاد السوفيتي. فجت اثيوبيا اعلنت عن الموضوع ده. بعد كده خد المشروع اسم كودي، اسمه مشروع اكس. وبعد كده خد مشروع اسمه سد الألفية الى ان تم الاعلان عنه في ابريل 2011 باسم سد النهضه. المشروع للاسف لحد دلوقتي اثيوبيا بتتعمد كتمان المعلومات عنه، او بمعنى ادق كل الارقام اللي احنا بنسمعها ارقام تقديريه وتخمينيه. وبيقال ان هو اكتر من سد، مش سد واحد. طبعا. وفي حاجه حصلت برضه انا حابب اتكلم عليها في المفاوضات الاخيره بمناسبه الخرطوم واثيوبيا. برضه المفاوض المصري احنا المفاوضات الثلاثيه الاخيره طبعا حصلت. مصر كانت في الاول، احنا غلطنا بمنتهى الصراحه. المفاوض المصري غلط ان احنا كان عندنا ثقافه التعالي في المفاوضات، لان مفيش حد هيقدر يمس حصه مصر المائيه طبقا للقانون الدولي والحكم حكم التاريخي. لكن هو من امتى القانون الدولي بيتعمل بيه؟ ما الممارسات الاسرائيليه مثلا في حق الاراضي المحتله كلها تعكس قانون الدولي. بس طول عمرنا والقوانين الدوليه بتطبق علينا يا دكتور، وبنلتزم بيها عشان احنا يمكن الدبلوماسيه المصريه اكتر دبلوماسيه في العالم مثاليه وتلتزم بالقوانين والمواثيق الدوليه. لكن الامر الواقع بيقول ان الالتزام او المثاليه مش بتحقق كل النتائج. ده خلينا بقى نتكلم بامر واقع في السياسه. كلام حضرتك ممكن يكون من امر وارد جدا بدليل اتفاقيه انتيبي اللي اتعملت وكانت مخالفه للقوانين مش بس كده، ده الاجتماع اللي فات ده في 3 سدود تانيين بيتعملوا غير خزان سد النهضه. مصر قالت عايزه تفاصيل عن السدود، الثلاث سدود دي في الاجتماع الاخير. الطرف الاثيوبي رفض. بس دول المصب من حقها ان هي تعرف التفاصيل كامله.
ده هو اصلا قانونا من الدول المصاب ما كانش ينفع ان اثيوبيا تعمل اي مشروع الا بعد ما تاخد اذن الموافقه من دول المصاب. صحيح، بس على الاقل تتوافر المعلومات ما دام هم ابتدوا خلاص خاصه يشتغلوا. ان اتفاقيه الاحواض المائيه او اتفاقيه الانهار جزء لا يتجزا من اتفاقيه الحدود، فاذا طبعا. اخليت باتفاقيه الانهار يبقى انا بعمل طبعا. اخلاء باتفاقيه الحدود. لكن الكلام ده ما حصلش. فكانت مصر احنا كانت المفاوض المصري شايف ان هو مستحيل يحصل. انا مش يعني الدول دي كل دول الحدود هتقف جنبي، لكن المصالح احيانا بتتوافق وبتيجي ضدي. بس يا دكتور في الوقت الحالي زي ما احنا بنقرا وبنشوف الخارجيه المصريه بتبعت وفود وبيتم التفاوض الى حد ما، والاجتماع الثلاثي الاخير بين مصر والسودان واثيوبيا بيقال انه لم يسفر عن شيء، ولكن هو شكل من اشكال استمرار لطاوله المفاوضات التي لن تنفض. انا في اعتقادي الشخصي احنا اخطانا من الاول في حاجه بسيطه، ان لم ندرك او الحكومه المصريه لم تدرك ان الازمه ازمه سياسيه بالاساس مش ازمه فنيه. مع كامل احترامي وتقديري للسيد وزير الري، بس ما ينفعش ان انا اخليه هو المسؤول بس عن الازمه او ابعته هو يحضر المؤتمرات. الازمه سياسيه، لازم ابعت وزير خارجيه، لازم ابعت ممثلين عن القوات المسلحه، يعني الموضوع يبقى شامل. طب ما هو في اراء كانت بتقول ان الازمه دينيه، لان طول عمر اثيوبيا منتميه للكنيسه المصريه، الكنيسه المصريه ما بقتش مهتمه باثيوبيا، ولو احنا عملنا ده وهم مفتاحهم الدين الموضوع هيختلف. لا بالعكس، الموضوع دلوقتي ما بقاش يعني دور الكنيسه ما بقاش زي الاول، والكلام ده قاله على فكره بابا توادرس. يعني يعني هم عندهم لا اتسال اكتر من مره ليه ما اتدخلتش في الموضوع. ادركوا هم الاثيوبيين ادركوا الموضوع ده. ده غير كده انا عايز بمناسبه ان هي حضرتك جبت سيره الدين، الحكومه الاثيوبيه اغلبها تدين الديانه المسيحيه، بالرغم ان جماعه زي جماعه الاورومو اكبر الجماعات الموجوده في اثيوبيا جماعه مسلمه بس مهمشين واتعمل عليهم اضطهاد، واللي احنا سمعنا عنه مقتل 47 شاب منهم. هرجع لك تاني الحكومه الاثيوبيه اللي هي شايفه ان هي محاطه بدول اسلاميه متطرفه بتتامر عليها، فبتسعى دائما لانتهاج مبدا العدوانيه بحيث ان انا احصن نفسي، ادافع عن نفسي. وده كان سبب ان هي وكيل اقليمي عسكري للولايات المتحده الامريكيه، تم استخدامها من قبل الولايات المتحده الامريكيه في القضاء على حركه الشباب المجاهدين في الصومال، تمام، وان هي تبقى وقاعده عسكريه قرب جيبوتي، تمام، ان اثيوبيا تبقى وكيل عسكري في المنطقه دي في شرق افريقيا، تمام. لما جه الاخوان المسلمين مسكوا الحكم ما ادركوش للنقطه دي ولما اتعمل المؤتمر الفضيحه اللي هو اللي هو اخو المطار السري بالظبط يعني اتعمل، احنا بان للاسف الرئيس، يعني هو للاسف اتفرض رئيس على مصر في حكم التاريخ، ففي الفتره دي باين ان مصر دوله تامريه، وبان ان الاداره نفسها كلها فاشله جدا. بالظبط. يعني مؤتمر الشيخ حسني اللي هو بتاع فيلم الكيت كات، ايوه بالظبط بالظبط. يعني لا طبعا الاثيوبيين استغلوه، وادي المصريين اللي دول الحوض ده استشهدوا بفيديوهات من قنواتنا، مسجلينها من قنواتنا. لكن الحاجه الثانيه ان السد، ان المفاوض بقى في الاجتماع الاخير ده الثلاث سدود دول اتعرف ان هم ساعتهم التخزينيه 70 مليار 131 مليار. طب احنا عندنا وقدره التخزين بتاعت سد النهضه 70 مليار، يبقى كده التوتال 201. ف 201 مليار، لا ده انت كده بتتحكم في كميه الميه كلها اللي داخله. بالظبط. فلا هو من الاساس احنا بقالنا 20 سنه بنطالب بزياده حصه الميه 25 مليار متر مكعب زياده على حصتنا، لان الكثافه السكانيه تضاعفت. النقطه الثانيه ان السد لو اتعمل دي في الواقع المجتمع الاثيوبي، والمعلومات دي احدث معلومات، انا شغال على الملف ده لسه لحد اول امبارح في المعلومات دي موجوده. السد الاثيوبي هو بيستهدف بناء تحقيق التنميه وفي نفس الوقت من خلال توليد الطاقه الهيدروليكيه، تمام. لكن المواطنين الاثيوبيين مش هيستفيدوا بيه، ليه؟ لان المواطنين الاثيوبيين مزارعين بسطاء والناس التانية رعاة منتشرين في اراضي واسعه. دي العقده اللي احنا بنتكلم فيها، انه بيتقال ان المتحكم في سد النهضه مجموعه اقاويل بقى، شويه يقول لك اسبانيا، ان الشركه الاسبانيه اللي وضع التصميم هي المتحكمه، وشويه يقول الصين، لان الصين من اكبر الداعمين لسد النهضه، لانها هي عامله عقد معاهم بانها تاخد الكهرباء اللي هيتم توليدها للصين، وشويه يقولوا اسرائيل. ما حدش عارف الحقيقه فين. هو اللي ثبت فعلا ومثبت علميا ان الشركه الوحيده اللي خدت امر مباشر شركه ساليني الايطاليه بتمويل مش اسبانيا خالص، لا يعني. وقالوا ان هو بتمويل من بعض البنوك الصينيه، لكن ده لكن البنوك الصينيه دلوقتي وقفت. بالمناسبه المشروع لم يعرض دوليا، ده من خصائص المشروع بقى وسلبيه النظام الاثيوبي، ما عرضش المشروع للمناقصه الدوليه. سلبيه ولا غموض من وجهه نظرك؟ لا
غباء. ممكن يكون ما وراء لا المشروع شيء خليني آخر. اقول لا. اولا لو بصينا شويه في النظر، وهاجي لحضرتك بعد كده على تعامل النظام الاثيوبي حتى مع المعارضين، لا غبي، في غباء، في تعمد، اولا في تعمد يعني. ضدنا احنا كمصر، وفي تعمد ضد حتى المعارضه الداخليه. ده بالعكس، ده المفروض ان انا كنظام اثيوبي انا لازم احسن علاقتي بالمعارضه الداخليه، بدل ما يحصل عنف، والعنف يتنقل من الشوارع الميادين للمناطق الاستراتيجيه في السد. يعني الموضوع مش ماشي كده. المشروع ما طرحوش للمناقصه الدوليه، تمام. عدم المانحين الدوليين توقفوا دلوقتي عن المعونه الفنيه والماليه. ليه؟ لان المشروع عمل ازمه سياسيه من دول الحوض. لكن لو دول المفاوضات بقى مشيت في اتجاه سليم دون ان مصر تاخد بالها او تحذر، مش لان في مشاكل في التربه زي ما اشيع؟ لا، ده قصه ثانيه هقول لحضرتك عليها. انا بس عايز اخلص من حته المانحين الدوليين. المفاوضات لازم المفاوض المصري يعي جيدا او يكون حذر في المسائل الدقيقه الفنيه والسياسيه، ومش ما ينفعش ان انا في كل مؤتمر اتظاهر بالحب والاخاء، لان ده هينعكس عند الغرب ان العلاقات بمعنى بسيط العلاقات زي الفل ماشيه تمام، فاساعد بقى اودي المساعدات. هم لحد دلوقتي واقفين عن المساعدات الفنيه والماليه لان عارفين ان المشروع عامل ازمه سياسيه، لحد دلوقتي الازمه ما انتهتش. فاذا لو الموضوع لازم نعلن طول الوقت ان في مشكله طبعا بالفعل لم تحل بعد. ما هي فعلا لم تحل، ما ينفعش نقول احنا وهم هنحلها مع بعض. لا لا بالظبط. نيجي بقى للجزء اللي حضرتك قلت عليه، اللي هو كان بخصوص خصائص التربه. منطقه شرق افريقيا في ال100 سنه اللي فاتوا القرن العشرين حصل فيها 7 زلزال بقوه 6.5 ريختر. المنطقه دي منطقه للاسف عرضه او عندها استعداد للزلازل بشكل اكبر. المشروع ده لو تم، اولا جسر السد 170 متر بارتفاع 160، عمل مساحه البحيره 175 متر 175 كيلو، بتخزن من 63 ل 70 مليار. فاذا ده عمل بالظبط السد اهو، البحيره اهي، عمل بالظبط تقل على الاخدود الافريقي اللي هو متوسط من البحر الاحمر لاثيوبيا، تمام، مرورا بإيرات. فعمل تقل على التوازن الارضي. طبقا بقى لنظريه التوازن الارضي، المنطقه دي هتبقى معرضه لزلازل اكتر. طب لو حصل زلزال بكميه الميه دي كلها، هتهد السدود دي؟ لا، ده هيتهد السدود وهياخد بقى في السكه، ده هياخد في السكه السودان. ده في مناطق عندنا في الدلتا هتتاثر. طب لو السد اتعمل واتخزنت الميه وفعلا وتاثر علينا، اقرب الدراسات اللي اتعملت دي اللي لسه بقول لحضرتك عليها الاوحد الدولي امبارح، ان في اكتر من حوالي 1,200,000 فدان هيبوروا. ده هيأثر على نص مليون اسره في مصر. نص مليون اسره. طب على اي اساس بيتحكموا في مصائر الشعوب بهذا الشكل دون الالتفات حتى لاعطاء معلومات؟ هقول لحضرتك، الولايات المتحده الامريكيه بتدي معونه للحكومه الاثيوبيه سنويا. المعونه دي الحكومه الاثيوبيه بتستغلها في تحقيق الفرض او الشرعيه السياسيه بالقوه قسرا. من ضمنها ان هي فرضت دلوقتي المشروع حاليا بيتمول داخليا، عملوا سندات واذون خزانه بيتم تمويلها قسرا من الموظفين الاثيوبيين. لما حصل الاورومو عمل مشاكل عشان الحكومه كانت عايزه تصادر اراضيهم بالقوه، لان هم ما عندهمش غير الاراضي والزراعه دي اكل عيشهم. لما الحكومه تصادرهم حصل ان الشباب عمل انتفاضه، اتضربوا بالنار كلهم واتقتلوا. طب عملوا بعد كده لقوا ان الاورومو كبيره وهتستجمع قواها ضد النظام. الولايات المتحده عملت ايه؟ ادت معونه ثاني يوم بالظبط 88 مليون دولار للحكومه الاثيوبيه تحت مظله التنميه. ده بيستخدمها كمورد سلاح او مورد قوه ضد لقمع المعارضه. بنفس النظام اللي هيجبر اثيوبيا ان هي تخالف كل المواثيق والعهود الدوليه الا اذا كانت مسنوده على قوه دوليه. طب ما هو ده برضه يا دكتور يرجعنا للنقطه اللي حضرتك لسه بتقولها، ان احنا ما ينفعش نتظاهر بالمحبه والاخاء طول الوقت عشان المجتمع الدولي يقف جنبنا. اذا كان المجتمع الدولي مش من مصلحته ان هو يقف جنب دول الشرق الاوسط في هذا المشروع. بالمناسبه في بروفيسور في جامعه في كاليفورنيا، مش فاكر اسمها دلوقتي، بس البروفيسور ده لسه مطلع تصريح من 4 ايام، قال ان حساب الطاقه المتولده من السد لو ما يتعمل الحساب ده كله غلط. هم قالوا 6000 ميجا وات، هو قال لا، هو قال 2000، لان المفروض يتحسب على متوسط معدل النهر، مش يتحسب على اشهر الفيضان. هم بيحسبوها على الفيضان، على اشهر الفيضان. فهي طب هل هم يعني بهذه السذاجه العلميه يعني حتى بيعملوا مشروع مش مدركين حجمه او منتج منه؟ ما ده من ضمن المعلومات اللي مبهمه لحد اللحظه دي. اولا احنا مش عارفين السد هيستغرق مده تخزينه قد ايه، وهيشيل كم بس لينا اجراء دولي المفروض ان احنا نتخذه. مصر بتتخذ كل الاجراءات الدوليه، لكن برضه بالمعنى الثاني، طب ما هو عندنا مثلا اسرائيل ما بيتخذ بيها ضدها اجراءات دوليه قد كده وبيطلع لنا فيتو في الاخر. يعني الولايات المتحده، يعني مثلا معلومه، الولايات المتحده استخدمت حق الفيتو في تاريخها كله 79 مره، منهم بس 34 مره لصالح اسرائيل.
فلك ان تتخيلي لا يعني الموضوع، لا الموضوع طالما انا مسؤول على قوه دوليه معينه خلاص هخبط بقى، ومش واللي هو في نفس الوقت هتحدى بعض الدول، خاصه ان احنا برضو ما تنسيش ان احنا الدوله الوحيده دلوقتي في افريقيا اللي يعتبر متماسكه شويه في دول حوض النيل. اغلب الدول يا اما قواعد عسكريه او مركز استخبارات لاسرائيل. صحيح. واحنا محاطين. طيب يا دكتور، احنا ليه لما بنقول دور مصر في قاره افريقيا اول ما بيتبادر لاذهاننا علاقه مصر باثيوبيا، هل احنا لينا ادوار اخرى في دول اخرى سهل ان هي تؤثر على هذه العلاقه بان يكون فيها شكل من اشكال التفاوض؟ لا هو يعني الفتره او المغزى من دور مصر في الفتره من فتره مبارك لحد الان، دور مصر في افريقيا يعني دور مصر في حوض النيل. للاسف في بعض يعني يمكن ده انا برضو كنت متبني الاراء ده. احنا عندنا مثلا منطقه غرب افريقيا كلها تنتمي للدين الاسلامي ومرجعيتها الازهر الشريف. طب ما ده بيمثل لي امتداد. صحيح. للاسف احنا بيتعلموا هنا لحد دلوقتي. بالظبط. للاسف احنا ما استغلناهوش. اللي استغلته ايران، مرجعيه مشتركه، وايران قدرت تشيع 38 دوله افريقيه اغلبهم في دول غرب افريقيا، وعملت نفوذ اقليمي ليها في داخل المنظمات الدوليه. بقت الدول دي بتصوت دلوقتي لصالح ايران في مشروعات القرار تخص ايران. فاحنا لا، احنا تخلينا عن افريقيا بشكل غير عادي. يعني حاليا بنحاول نستعيد، لكن عشان احاول استعيد ارجع للمكان اللي انا كنت فيها. طب هل الدول يعني مش شرط بس يكون عندي مصالح اقتصاديه مع الدول دي، في مصالح اخرى يعني تكاد تكون اعلى بكتير قوي من المصالح الاقتصاديه. ما هو في نفس الوقت انا ايه اللي املكه عنصر جذب للدول دي اذا كان في غيري موجود وغيري بينافس بقوه شرسه؟ ما هو انا اللي اديت فرصه لغيري يا دكتور بالظبط ان هو يظهر وانه ياخد دور. ما هو بالظبط. مفيش بقى غير حاجه من الاثنين او حاجتين بالظبط. اما ان انا اعمل مشروعات تنمويه هناك بسعر ارخص، وان انا استفيد من بعض الوفود والطلبه الافارقه اللي جايين من جامعات قوه معينه هنا في مصر بيتعلموا في مصر، لان يعني دول لما بيتعلموا في مصر ويرجعوا دول بيبقوا امتداد ليا طبعا. فدول لازم اعول عليهم. لكن وفي نفس الوقت عشان برضه وطبقا للنظام الداخلي ما ينفع في رايي الشخصي ما ينفعش ان وزاره الخارجيه تبقى هي المنوطه بالشان الافريقي. اولا فيها اداره شرق اوسط واداره متحده. الشان الافريقي ده لوحده عايز مثلا مجلس استشاري او مجلس رئاسي تابع او مجلس افريقيا تابع لرئيس الجمهوريه. لازم، لان احنا مصالحنا بالنسبه لهذه الحاله او هذه الاوقات ولازم لا بالنسبه للافريقيا بس. ولازم لما اتحرك اتم الاستعانه بالمستشارين والخبراء ذات الشان الافريقي، لان في مصر خبراء في الشان الافريقي ما بيتمش الاستعانه بيهم بالقدر الكافي من وزاره الخارجيه بشكل ادق. بل بالعكس، خلينا اقول على الملأ، لا بعض الدبلوماسيين لما بيسافروا افريقيا بيحسوا ان هم مسافرين مغضوب عليهم. ده بالعكس، ده ساعات بيضروا المصالح المصريه كمان. صحيح. يعني لا يعني احنا شايف ان تامين علاقاتنا بدول افريقيا هو امن قومي. طبعا. والقوات المسلحه شغاله على الموضوع ده بشكل جيد جدا هي واجهزتها. لا يعني القوات المسلحه لما بتعمل شغل بتعمله بجداره على عكس الحكومه شويه. فامن قومي لان هو مساله الميه دي حياه او موت، من المسائل اللي هي المصيريه زي ما بيقولوا طبقا لتسلسل مسائل الامن القومي. هي من المسائل المصيريه اللي ينبغي لها التحرك، وهو بالفعل بيتحرك، خاصه ان خلفيه الرئيس المصري حاليا خلفيه امنيه. فهو مدرك تماما لاهميه مسائل الميه بالنسبه للامن القومي المصري. هل وده من اسئله الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، بيقولوا احنا ممكن نتعرض لقحط مائي او لفقر مائي في السنوات القادمه؟ لا، المسألة مش زي ما الناس متخيلة ان النيل هيجف وهيبقى ترع او الكلام ده. مش هنلاقي نشرب. لا المسألة مش كده. لا هو حتى لو حصل كده طب هيبقى في ايه؟ يبقى اولى ليا بقى ان خلاص الموضوع مسألة حياة او موت. بالظبط. لا الموضوع مش هيوصل لكده. لا هو بس هيقل المنسوب، فالمنسوب ده هيبور جزء من الاراضي وهيأثر على توليد الطاقة اللي هي مترتبة على مخزون بحيرة ناصر. لكن هيأثر على الزراعة وعلى المنتجات الغذائية. لكن احنا كل ده برضه يعني ده بناء على المعلومات التخمينيه او التوقعيه. لحد دلوقتي المعلومات الصحيحه مش مبهمه. عن عمد، مبهمه عن عمد. ده حتى المكاتب الاستشاريه اثيوبيا فاجئت الجميع بالاعلان عن السد، بدء السد. فانت اذا عامله بدون علم مكاتب استشاريه وبدون حتى. طب هو قالوا هيصدروا الطاقه بالسد ده معمول عشان تصدير الطاقه للدول المجاوره. طب الدول المجاوره لاثيوبيا ما تعرفش اي حاجه اصلا. لا هي المساله مش كده. الدول المجاوره دول ناميه وفقيره وهتجيب فلوس منين؟ بالظبط. غير ان الطاقه التقليديه عندها بتكفي معظم احتياجات الشعب. فانت هتوزع الطاقه يبقى هتبيعها لمين؟ خاصه ان هي التصدير الدول المجاوره، خاصه ان هو عنده عداء مع الصومال واريتريا كمان، وعداء في الداخل دلوقتي مع الاورومو.
في رأي من الآراء السياسية قال طب خلاص طالما كده كده بيتعمل وغصب عن الكل، خط توريد الكهرباء اللي هيعدي من اثيوبيا للصين احنا نشترط ان هو يعدي من عندنا ونستفيد منه، ونشترط كم من الميجا واتات من الكهرباء تروح لمصر تعويضا عن النقص المائي اللي هيحصل. حتى برضو حته خط نقل الكهرباء من اثيوبيا للصين ده برضو يعني غير مثبت علميا. انما المثبت علميا ان قدره السد هتولد طاقه كهربائيه، حتى الرقم بتاعها غير مثبت عليه يعني. انا بقول لحضرتك لسه يعني مش عارفين هيوردوا ايه اصلا. لسه البروفيسور ده لسه قال 6 من 6000 ميجا وات، ده رقم غير صحيح. قال ده لو قاس قطره السد 70 مليار. ولو 2000 ده رقم يستاهل اللي هم عاملينه؟ لا بس في نفس الوقت من السدود. احنا كان لازم نعي جيدا الكلام ده من فتره بقى الرئيس الاسبق مبارك، ان هم محتاجين تنميه فعلا. احنا لو كنا دخلنا احنا اجبرناهم على انهم يعملوا كده. احنا لو كنا دخلنا وعملنا مشروعات تنمويه في اثيوبيا من فتره مبارك 30 سنه اللي فاتوا، كان الوضع اختلف تماما دلوقتي. دكتور رامي طبعا بشكرك على وجودك معانا، وقت فقرتنا انتهى. بشكرك على وجودك. كان معنا دكتور رامي عاشور المتخصص في العلاقات الدولية وقضايا الأمن القومي وعضو الوفد المصري باليونسكو. شكرا لك يا فندم. شكرا يا فندم. وزي ما شفنا أهم شيء أو لب الموضوع والفيصل هو التنمية الخاصة بمصر في قارة افريقيا، واعتقد ان ده مش صعب على مصر في الفترات القادمة، مش صعب علينا تحسين العلاقات المصرية الافريقية، ولكن بيبقى علامة الاستفهام من الجهة المنوط بها التفاهم وتكون جهة مؤثرة وفاعلة. بعد الفاصل مع أدا، خليكم معنا.